صباح الفل او مساء الفل عليك يا صديقي العزيز على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الفيديو ده. اهلا وسهلا بيك في اول فيديو بينزل على القناه بعد معرض الكتاب 2024، والنهارده انا جاي اكلمك عن مشترياتي من دار دون. الحقيقه يا شباب ان معرض الكتاب 2024 انا شخصيا كان ليا استراتيجيه مختلفه شويه عن الاستراتيجيه بتاعت كل سنه، ان انا كنت محدد بعض الحاجات كده، وكان ليا بعض الامور اللي هتتضح ليكم جميعا في خلال الفتره اللي جايه وفي خلال السنه دي ان شاء الله باذن الله. ولكن انا في الفيديو بتاع النهارده جاي اتكلم معاكم عن مشتريات دار دون في معرض الكتاب 2024. الحقيقه ان دار دون تعتبر اكتر دار انا اشتريت منها اصدارات وجبت منها اصدارات في معرض الكتاب 2024، حوالي 15 اصدار او 15 عمل ما بين الاعمال الروائيه والاعمال الغير روائيه. انا متحمس جدا 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 لكل الاعمال اللي موجوده معايا هنا في الثلاث شنط دول 3 شنط، 1 و2 و3، الاولى والثانيه والثالثه. فانا كنت متحمس جدا 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 للثلاث شنط دول، للاعمال اللي موجوده في الثلاث شنط دول. فالنهارده خلينا نتكلم مع بعض على الاعمال اللي موجوده هنا، ونبتدي باول شنطه فيهم، اصغر شنطه فيهم. الشنطه دي فيها كتابين تحديدا، وهبتدي معاكم باني اتكلم عن مشتريات دار دون من الاعمال الروائيه. هنبتدي الاول نتكلم عن الاعمال الروائيه، واول عمل واوريدي عمل انا بدات فيه بالفعل، وهو سرداب قصر البارون للكاتبه مروه جوهر. انا كل تجاربي السابقه مع الكاتبه مروه جوهر كانت حلوه جدا جدا جدا، وكانت ناجحه بشكل يفوق الوصف. والحقيقه ان الكاتبه مروه جوهر تعرف تكتب رعب، تحس انه رعب حقيقي مش مفتعل، تحس ان دايما الاحداث اللي هي بتتكلم عنها جايه ويعني منبثقة من أحداث حقيقية. فعلشان كده دايما بحس بنوع من أنواع السوليد جراوند زي ما بيقولوا في الأعمال بتاعتها. وأنا مش عايز أقول إن أنا متحمس لسرداب قصر البارون، لأن أنا من حماسي للعمل أنا اوريدي بدأت في قراءته. طيب العمل التاني اللي معايا هو جرائم الغراب السبعة، رواية جرائم الغراب السبعة من كتابة خالد أمين. الحقيقة ان الكاتب خالد أمين انا تواصلت معاه السنة اللي فاتت في 2023 في نهاية السنة، بعد ما خلصت قراءة العمل السابق لي وقريبا سيحل الظلام. للأسف ما حالفنيش الحظ الصراحة ان انا اصور له مراجعة على اليوتيوب، مع انه والله انا ممكن اصور له دلوقتي تاني مراجعة على اليوتيوب عادي، ما فيهاش مشكلة يعني. بس مش مهم. النهارده احنا جايين نتكلم عن جرائم الغراب السبعة، اللي واحد من ابطالها ده لو ما كانش بطلها هو واحد من اهم الشخصيات اللي كانت موجودة في رواية وقريبا سيحل الظلام اللي صدرت للكاتب في عام 2023. فحقيقي الشخصيات اللي كانت موجودة في قريبا سيحل الظلام في العمل بتاع 2023 كانت شخصيات تقيلة جدا وقوية جدا وحلوة جدا، وكانت مرسومة حلو جدا جدا جدا. فواحد من اكتر الشخصيات اللي كانت عاملة قلق كده وهي شخصية آدم، هو بطل جرائم الغراب السبعة. فبرضو العمل ده من اكتر الاعمال اللي انا متحمس لها من اصدارات دار دون. ندخل بقى ايه في بقية الاعمال الروائية وهي اللي موجودة في الشنطة دي، وهنبتدي نسحبهم كده ايه عمل علشان نشوف ايه اللي موجود فيهم. خلينا ناخدهم كده من ورا لقدام. وهو الكلب الذي رأى قوس قزح من كتابة عصام الزيات. الحقيقة ان الرواية دي بتتكلم عن عربة قطار وشخصيات بتتقابل في عربة قطار، وايه الاحداث اللي بتحصل ما بينهم، او ايه اللي هيحصل لشخصية سيد اللي موجودة داخل الرواية، اللي هتبتدي من اول نقطة القطار. دايما القطار بالنسبة لي بيكون بداية رحلة او بداية مرحلة جديدة في حياة الشخصية، او دايما بيتم الرمز بالقطار بالشكل ده او بالطريقة دي. فالموضوع ده بالنسبة لي كان انترستنج جدا ان انا اشوف ايه بقى القصة بتاعت سيد، وايه موضوع الكلب الذي رأى قوس قزح. فعلشان كده العمل ده حقيقة كان من الاعمال اللي شدت عيني جدا جدا جدا، وكان من العناوين اللي شدت عيني بشكل كبير قوي. طيب خلينا دلوقتي يا صديقي العزيز ندخل في العمل اللي بعد كده، وهو عمى ابيض من كتابة الكاتبة مروة سمير. خليني اقرا لكم النبذة اللي موجودة في الخلف لانها حقيقة كانت عجباني جدا. هل نحتاج الى آلة زمن لمعرفة الاختيار السليم في كل مرة، ام ان صدق نوايا القلب قد يشفع لنا في لحظات الشك والتيه؟ في هذه الرواية تتلقى ليلى نداء مفاجئا من حب قديم، نداء يتطلب منها خوض الكثير من التضحيات وغض البصر عن الكثير من التفاصيل التي حفرت جراحا تاهت تحت ندبات القلب. وحين تلبي ليلى أول صدى للنداء
تتكشف أسرار جديدة واحدة تلو الأخرى في حكاية مربكة تصنع فجوة في حياة كل شخصية. الجميل في الموضوع إن عمى أسود، العمى أسود مش أبيض، فعمى أبيض مع الشكل الحقيقي الملون قوي بتاع الغلاف ده مع النبذة اللي كانت موجودة ورا خلتني أحس إن أنا عايز أعرف هو إيه اللي هيحصل لليلى وإيه نوع الندبات. وبعدين إحنا كنا بنتكلم عن نداء حب من شخصية واحدة، مين بقى بقية الشخصيات اللي هنبتدي تتكشف لنا الأسرار بتاعتهم؟ فعلشان كده العمل ده برضو كان من الأعمال اللي كانت شدني قوي. رواية عندما بكى قسطنطين من كتابة علاء حسن إسماعيل، الحقيقة رواية بتتكلم عن سيرة حياة الإمبراطور قسطنطين، ايه اللي كان بيحصل في حياته، ايه اللي كان بيحصل في أروقة القصر بتاعه، الحكم في الأجزاء الاجتماعية، في الأجزاء السياسية. تم تحويل او الكاتب علاء حسن قدر ان هو يحول الكلام ده لسياق درامي روائي بشكل ما ويعرضه لنا في رواية عندما بكى قسطنطين. الحقيقة ان انا بحب الاعمال الروائية اللي بتكون مستندة على احداث تاريخية او على شخصيات تاريخية، فعلشان كده انا كنت متحمس فعلا قوي للعمل ده. وبيني وبينكم برضو الغلاف يعني رايق قوي، فعشان كده برضو كانت عجباني جدا. ندخل في العمل اللي بعد كده وهو غيوم فرنسية من كتابة الكاتبة ضحى عاصي. انا اتكلمت عن العمل ده في ترشيحات معرض الكتاب وكنت بقول قد ايه انا كنت متحمس للعمل ده، لانه كان بيتكلم في منطقة رمادية جدا ما تمش التطرق ليها بشكل كبير في الروايات عامة، او يمكن اول عمل يقع في ايدي بيتطرق للمنطقة الرمادية دي. فانا متحمس جدا 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 اني اعرف بعض الاحداث اللي كانت بتحصل في تاريخ مصر اثناء الحملة الفرنسية، وايه اللي هيحصل والابطال هيعملوا ايه، وانعكاس ده على المجتمع المصري بشكل سياسي بشكل اجتماعي. كل التحولات اللي هتحصل كانت مخلياني متحمس جدا 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 للعمل ده. فانا حقيقي غيوم فرنسيه على الغالب هيكون واحد من اوائل الاعمال اللي انا هقراها من دار دون. طيب خلينا دلوقتي ندخل على العمل الثاني وهو الناجي الوحيد من كتابة وسام سعيد. خليني اقرا لكم النبذة اللي موجودة في ظهر الكتاب لانها برضو كانت من النبذات اللي كانت عجبتني جدا. ما الذي حدث في شقة العجمي ليقلب حياة عائلة باكملها رأسا على عقب؟ رحلة عائلية سعيدة سرعان ما تتحول إلى كارثة محدقة بالجميع، والناجي الوحيد منها هو من يحمل هم كشف الأسرار المخيفة ومواجهة كيان مجهول لا يعرف عنه شيئا. في رعب شديد يضطر عماد القاضي إلى البحث داخل عقده النفسية وماضي عائلته الغامض لعله يفهم سبب الأحداث الغرائبية المرعبة التي تحيط به وبأسرته من كل جانب حتى كادت تجبره على الانتحار. وقبل أن ينهي حياته بلحظة واحدة يعيده القدر إلى ساحة البحث من جديد حتى النهاية المدهشة والاعتراف الأخير الذي لن تتوقع تفاصيله مهما حاولت. طب إيه؟ انا من دلوقتي انا عايز اعرف ايه اللي حصل في شقة العجمي. يعني انا حاسس من دلوقتي ومن قبل ما اقرا الكتاب ومن قبل ما اقرا الروايه ومن قبل ما اراجعها ان المفروض ان الروايه دي كان يبقى اسمها شقة العجمي مش الناجي الوحيد مبدئيا يعني. اما العمل الثاني اللي معايا دلوقتي فهو الزيتونيات من كتاب الدكتور عادل احمد الزايد. الحقيقه ان الزيتونيات هي مجموعه من القصص انا متحمس لها جدا جدا جدا، وانا كنت قلت الكلام ده بالفعل في ترشيحات في الفيديو بتاع ترشيحات دار دون لمعرض الكتاب. وده لان الكتاب بيتكلم عن مجموعه من القصص بخصوص شخص بيرتحل من بلد لبلد ومن مكان لمكان، وفي كل مكان وفي كل بلد بيروحها كان بيلاقي دايما شيء ليه علاقة بموطنه وببيته القديم والمكان اللي هو اتربى فيه وبشعوره بالانتماء تجاه الوطن وهي أشجار الزيتون. فإزاي الشخص ده هيتعرض لأشجار الزيتون بشكل منفصل في كل بلد، وإزاي كل ده هيبقى بيعمل جواه وجوه نفسه نوع من أنواع اللينك كده بشكل ما يخليه يرجع بحالة من حالات النوستالجيا إنه يبتدي يفتكر تاريخه وحياته وكل اللي هو مر بيه. دي حاجة بالنسبة لي يعني والله ما عارف اقولها لكم ازاي، بس لو حاجه بالنسبه لي مرهفه الحس جدا مخلياني حقيقي متحمس ان انا اقرا العمل ده واشوف القصص دي. ندخل في الروايه اللي بعد كده. فاضل روايتين الحقيقه وهما جريمه عاطفيه للكاتب محمد المشد، وهي جريمه او قصه او روايه مستوحاه من احداث حقيقيه بالتنقيب في الماضي. قد ياتي يوما لا تعود الحياه فيه بعد كما كانت، يوم تتبدل فيه الحقائق وتنقلب الموازين. يوسف ابن وحيد لأسرة صغيرة فقدت صلتها بالعائلة منذ عقود، تضطره الظروف إلى البحث عن عائلته ليكتشف كارثة مفجعة. سرعان ما تتخذ حياته من اللون الرمادي ستارا لها، فتتخبط قراراته وتتأذى مشاعره إلى درجة تجعله غير قادر على التفرقة بين الخطأ الذي ارتكبه الآخرون بحقه والخطأ الذي ارتكبه هو في حق نفسه. دي الجملة اللي خلتني حقيقي عايز اجيب الكتاب ده وخلتني جبت الكتاب ده وعايز اقراه. ايه هي الجريمة اللي هو عملها في حق نفسه؟ يعني واضح ان في كوارث، تمام،
بس في كارثة هو عملها غطت على كل الكوارث. فالسؤال ده هو حقيقي اللي خلاني اجيب العمل ده وخلاني اشتري الرواية دي. ايه هي نوع الكارثة والمصيبة اللي الراجل ده عملها؟ ويا رب ما تكونش كارثته اللي اتجوز، والا في ناس كتير قوي هتتعقد. اما الرواية الاخيرة اللي معايا النهاردة هي ولو كنا نطير من كتابة باسم شرف. لو كنا نطير من كتابة باسم شرف كتاب مقسم الى مشاهد، كل مشهد بيكون عامل زي النص اللي بيتأرجح ما بين النص الأدبي والنثر والشعر. فدي تجربة بالنسبة لي كانت فريدة جدا، اني عايز اشوف المشاهد والنصوص اللي موجودة داخل العمل ده، هل هي متصلة ولا كل نص منهم بكل مشهد منهم بكل فصل منهم منفصل لعلاقة بموضوع معين ونقطة معينة وحبكة معينة او قصة معينة او مشهد معين او موقف معين حابب الكاتب ان هو يتكلم معانا عنه. وعلشان كده انا متحمس قوي 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 للعمل ده بسبب الاستراكشر بتاعه، بسبب التكوين بتاع الكتابة اللي تمت بيه كتابة العمل ده. فأنا متحمس قوي 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 للو كنا نطير. وبس كده يا صديقي العزيز، كده أقدر أقولك إن دي هي قائمة مشترياتي من الروايات في دار دون. وبعد ما خلصنا الجزء ده نقدر ننزل الكيس اللطيف ده تحت ونروح للكيس الأخير اللي فيه الأعمال الغير روائية اللي أنا اشتريتها من دار دون، وهم 1 2 3 4 5 أعمال غير روائية من دار دون. خلينا نبتدي بأول واحد فيهم. الحقيقة إن أنا كان ليا تجربة سابقة مع الكاتبة رولا خرصة في العمل السابق ليها، وأنا أوريدي كنت راجعته فعلا على اليوتيوب، وهتلاقوا اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكريبشن. ولكن في العمل الجديد بتاعها هو علي هين، أنا متحمس له جدا. الكاتبة رولا خرصة الأعمال بتاعتها دايما بتتسم بالاعتدال الشديد، ودي حاجة مطلوبة وحاجة مهمة جدا 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 في نوعية الكتابات اللي الكاتبة رولا خرصة بتكتبها او قررت ان هي تاخد النهج ده في الكتابة او الاسلوب ده في الكتابة او المواضيع دي وتكتب عنها. لازم فعلا يكون في حيادية كبيرة جدا. الكتاب اسمه هو علي هين من حكايات وسير الصالحين. الحقيقة انا متحمس فعلا قوي للعمل ده لاني اعجبت بشدة بالعمل السابق، ومتحمس قوي 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 للعمل ده. اما العمل الغير روائي التاني اللي معايا النهارده هو ميت مطلوب للشهاده من كتابه الكاتبه دكتوره سمر عبد العظيم، حكايات من اروقه الطب الشرعي. الكتاب ده انا بالفعل كنت اتكلمت عنه في فيديو ترشيحات معرض الكتاب لدار دون، وكنت متحمس جدا جدا للعمل ده. ازاي الجثث، ازاي الموتى بيتواصلوا مع الاطباء الشرعيين علشان يحكوا لهم عن موتهم ولبسات موتهم، اخر لحظات ليهم في حياتهم. ايه نوعية وايه شكل التواصل او الاتصال اللي بيحصل ما بين الميت وما بين الطبيب الشرعي عشان يقدر الطبيب الشرعي ان هو يستكشف المجهول، يكتشف الغامض والمثير زي ما بيقولوا. فعلشان كده الحقيقة انا متحمس جدا 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 للعمل ده. طيب العمل الثالث اللي معايا من الاعمال الغير روائية عمل بالنسبة لي مهم، وهو نعمة الألم للكاتبة نشوى صلاح. خليني اقرا لكم العنوان الجانبي: رحلتك للتعافي من آلام ظننتها لن تشفى أبدا، سيذهلك ما ستصل إليه خلال هذه الرحلة. هو أنا محتاج أتكلم أكتر من كده عن الموضوع ده؟ يعني كل واحد جواه عقد بما فيه الكفاية، وكل واحد جواه أنواع وأشكال من الألم ومن العقد ومن الحاجات المكلكعة اللي بحاجة لتليين، بحاجة لتسهيل، بحاجة لنوع من أنواع الطبطبة زي ما بيقولوا. فلو نعمة الألم هو اللي هيكون رحلتي للتعافي من هذه الآلام المنيلة ب60 نيلة اللي حصلت في 2023 بالنسبة لي بشكل شخصي وهتخليني أكون إنسان أحسن، فأكيد أنا ما أقدرش إن أنا أخلي كتاب زي ده يفوت من تحت إيدي الحقيقة. وبناء على نعمة الألم جه الكتاب الثالث أو الرابع، وهو عيادتك النفسية أو عيادة نفسية من داخل غرفتك، من كتابة نيك ترينتون ومن ترجمة رانيا صلاح. انا لسه بتكلم وقايل ان في بلاوي كتير، يعني الواحد تعرض لحاجات جميلة جدا في 2023 الحقيقة، ومحتاج ان هو يصفيها مع نفسه. علشان كده انا 2024 من الخطة بتاعتي في 2024 ان الموضوع يكون مختلف بالنسبة لي تماما، ان حياتي كلها تتغير فعلا 180 درجة على جميع الاصعدة وعلى كل حاجة. ويمكن اوريدي اول خطوة هتشوفوها قريب جدا جدا جدا، او عيادة نفسية من داخل غرفتك. كتاب من الكتب المهمة ازاي انا اقدر اني امانج my issues, امانج my problems، ازاي اقدر ان انا اتعامل مع المشاكل اللي عندي ومع الحاجات الكتيرة اللي عندي من وانا في مكاني على طول. اما الكتاب الاخير فده
يعني كتاب انا متحمس له بشكل مش منطقي ومش طبيعي، وهو قوارير من كتابة دكتور احمد الديب، والعنوان الجانبي رسائل من اب لنفسه وابنته واباء وبنات هذا الزمان. انا واحد ربنا لسه رازقه ببنوته بقاله سنه بالظبط، بنتي يا دوب لسه عندها سنه وشهرين دلوقتي. ففي الكتاب ده بيتكلم عن رسائل من اب لبنته، بينصحها فيها، بيوجهها فيها، بيعلمها حاجات، بيوجهها في حاجات. فالكتاب ده يعني بصوا حتى النبذه الخلفيه اللي موجوده في الكتاب من ورا، والله العظيم يعني جميله بشكل وتلمس القلب بشكل مش طبيعي. إلى ابنتي الجميلة وإلى قوارير هذا الزمان، أتمنى أن يكون هذا الكتاب صديقك، وما أستشهد به بين الحين والآخر من سيرة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من الصالحات، لا يعني أنني أريدك راهبة، لا أريدك راهبة ولا تستطيعين، أريدك صالحة لنفسك ولمجتمعك الصغير والكبير، وهذه مهمة لو تعلمين عظيمة. جميل، النبذة اللي ورا لوحدها والإهداء الخلفي ده عظيم جدا، لمسني بشكل مش طبيعي، خلاني عايز انا بنفسي امضي الكتاب ده باسمي واديه لبنتي بعدها عندها سنه. فانا اتمنى ان انا اقدر ان انا اتعلم حاجه تكون مفيده، تكون حلوه، تكون جميله، افيد بيها نفسي كأب وافيد بيها بنتي في يوم من الايام لما تكبر. انا متحمس بشكل غير طبيعي لكتاب قوارير، وده تقريبا غالبا ده الكتاب رقم 1 في لستة الاعمال الغير روائيه السنه دي. وبس كده يا صديقي العزيز، هي دي لستة مشترياتي من دار دون في معرض الكتاب 2024. احنا بنتكلم في 15 اصدار، 10 منهم اعمال روائيه و5 منهم اعمال غير روائيه. الحقيقه ان انا متحمس بشكل يفوق الوصف للاعمال دي كلها. اكيد في بعض الاعمال ممكن اكون متحمس لها اكتر من التانية، او اعمال محطوطه عندي في الليسته قبل اعمال تانية، ولكن الاعمال دي كلها انا متحمس لها بشكل غير طبيعي، متحمس لها بشكل يفوق الوصف. اول ما اقرا الاعمال دي كلها اكيد انا هعمل لها ريفيوز وهتنزل على اليوتيوب، واكيد كمان هتنزل على التيك توك. ولكن الحقيقه ان انا في غايه السعاده ان الاعمال القيمه دي كلها والاعمال الجميله دي كلها هتنضم للمكتبه اللي موجوده ورايا دي. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو المشتريات اللي جاي. السلام عليكم.